لك بدي افهم منين طلعت لي بقصة هالعزيمة؟ ما في لا قصة ولا سيرة، كل ما في الأمر أنا وفريد وشفيق وإحسان صرنا زمان ما اجتمعنا، وبالصدفة شفنا بعضنا بدورة الحاسوبية اللي عملتها الوزارة واتفقنا نطلع نتغدى سوا يوم الجمعة. اها. إيه بس حضرتك كنت واعدنا تطلعنا سيران انا والولاد. لك يا ستي مو مشكلة، خليها للجمعة الجاي، شو صار يعني؟ هلا كل مرة بدك تقلي خليها للجمعة الجاية؟ طيب شو أعمل يعني؟ هذا اللي صار، وعدت الجماعة وما عاد فيني أتراجع. إيه بس كان فيك تشاورني قبل ما تبت بالموضوع وتقطع وتوصل من عندك. شو هالحكي؟ هذا اللي كان ناقص والله. يعني بتلاقيها حلوة بحقي أقول لرفقاتي استنوني حتى شاور مرتي، ولا بدك ياني يصير علكة بلساناتهم؟ هلا إذا شاورتني بدك تصير عليك بلساناتهم؟ خلص ناهد خلص، هالحكي هاد ما حد منه فائدة هلا. إيه أمرك. حاضر. و دخلك بشو طالعين؟ بشو يعني؟ بسيارتي. ليش هن ما عندهم سيارات؟ لكن بلا كلهم عندهم سيارات. لك ليش طالعين بسيارتك؟ وين المشكلة يعني؟ ما في مشكلة يا حياتي، ما في مشكلة منوب، بس يعني إذا هن عندهم سيارات ليش ما بتطلع معهم وبتترك لي السيارة؟ ليش شو بدك فيها؟ جاء على بالي شم هوا أنا والولاد، ولا يعني ما بيطلع لنا؟ مبلا حبيبتي بيطلع لكم، بس فهموني لوين بدكم تروحوا. هلا ما في شي بذهني، بس يعني عم فكر احكي مع نسوان رفقاتك ونعملنا هيك مع بعض شي مشروع مشترك. شو هذه؟ كمان فكرة معقولة؟ يعني رح تترك لي السيارة؟ يا ستي رح اترك لك السيارة ورح اطلع بسيارة فريد. تسلم لقلبي. وبسيارة مين طالعين على الزبداني فريد أفندي؟ هو تيسير عرض انه نطلع بسيارته، بس انا لسه ما اعطيته جواب نهائي. ها، وليش بقى ما أعطيته جواب نهائي؟ لاني بصراحة عم فكر اعرض عليهم نطلع بسيارتي. لك هلا أنت ليش حتى تحمل السلم بالعرض؟ يعني طالما الزلمة عرض سيارته عليك، فليش لحتى تكتر غلبة وتعرض سيارتك؟ مو حلو يا سماح، يعني ادبا وذوقا لازم اعرض سيارتي. لا والله، أدبا وذوقا لازم تترك لي السيارة إلي. ليش انت شو بدك بالسيارة؟ شو بدي فيها يعني؟ بدي أتركها وأقعد أتفرج عليها؟ بدي أطلع فيها مشوار. طيب راح اترك لك السيارة وامري لله. وليش هيك عم تقولها من برات منافسك؟ هيك لانه بصراحة يعني صرت خاف سلمك السيارة. ها، وليش بقى؟ ما بعرف، بس يعني حاسس انه سواقتك صايرة عفشة شوي، خصوصا بعد ما فتي بالعمود الشهر الماضي. بس أنت بتعرف تماما إنه الحق ما كان علي. لك الحق على مين؟ على العمود؟ لك إيه خلصنا بقى فريد، خلصنا. بدك تضل تحكي بالقصة سنة؟ يعني قلت حوادث أنت عاملها؟ عامل حوادث ما اختلفنا، بس بحياتي ما فتت بعمود كهرباء. بكل الأحوال خلاص راح اترك لك السيارة، بس ديري بالك بسواقها، لا تطوشي وتلوشي. يا لطيف يا لطيف، شو صاير حكيك بهز البدن؟ تفضل. يسلموا ايديكي. شفيق حبيبي، ممكن تترك لي السيارة؟ وليش بقى؟ يعني عم فكر اتصل بسماح وناهل العنايات مشان نعمل مشروع سيران. ولوين هالسيران بقى؟ ما بعرف، لسه ما فكرت، بس بدي اتصل فيهم. مو مشكلة، رح اترك لك اياها، بس لا تلحقونا على الزبداني ها؟ وليش خايف نلحقكم على الزبداني؟ ها معناتها مطالعين معكم موظفات على السيران. لا حبيبتي اطمني، ما في موظفات معنا. اصلا كل الموظفات يلي عنا فايتين بالحيط، بس نحن حابين نقعد مع بعضنا لنحكي بهموم الوظيفة والشغل، ومن شان هيك ما عملنا القعدة عائلية حتى ما تملوا منا. ايه ونحن كمان بدنا نحكي احاديث نسوانية خاصة فينا. اطمن ما رح نلحقكم. اوكي حبيبتي، اصبح بتلاقي مفاتيح السيارة بدرج الخزانة، بس سوقي على مهلك ها، واوعك تتهوجني بالسواقة، ولا تنسي تزمري على الكوع ها، وتضوي بالغمازات وتحطي حزام الأمام، أوكي؟ شرف فيها ستي، وهي مفاتيح السيارة. يسلموا هالايدين. فيها بنزين ولا لازم اعبيها؟ لا والله ما فيها، حطي لك فيها شي 25 لتر. هات لكن ناولنا حق البنزينات. يا عيب شو ما عليك يا عنايات، ليش أنا من أيمت كنت أدفع حق بنزين؟ مين اللي بده يدفع لكن؟ أنا؟ لا حياتي، لا أنا ولا أنتي، الله يخلي لنا هالدولة. شرفي.
وهي قسيمة ب 25 لتر، فيك تعبيها من أي كاسية بتريدي. وما بيحكوا معي شي؟ شو بدهم يحكوا؟ هي قسيمة مدفوعة القيمة سلفا. لا والله ما بك شي، عرفان تظبط امورك. ايه شو بدنا نعمل؟ لأنه بيني وبينك حق البنزين نكبة. صحيح ما قلتي لي، لوين رايحين؟ والله ما بعرف، لسه ما حكينا مع بعض بالموضوع. يا ستي ما مشكلة، طلعوا شو من الهوا، بس بشرط بتسوقي على مهلك ها، واوعك تعصبي مثل عوايدك، وإذا زمرتي على الكوع بيكون أحسن مشان تكشفي الطريق، داكور؟ دكور. العمى بقلبها لهالجية مع احقرها. إيه قسما بالله تكسروا رجلي. وانا كمان نملت رجلي تحت مني. عجبكم على الشغلة؟ يعني معقولة يكون عنا 4 سيارات وبعدين ناخذ تاكسي؟ شو بدنا نعمل؟ هذا حكم النسوان. سيدي أحسن، هيك أستر. وشلون بقى هيك استار؟ بلا ما نلفت نظر، شلون ما كان نحن موظفين عاديين وجيتنا على هيك مطعم غالي وبسياراتنا الخاصة بدها تخلي الناس تحكي علينا. فظاعة شلون بتحسبها انت؟ مين عاد تفكر بهيك قصص؟ هلا يلا يا جماعة خلونا نفوت لجوا، ولا بدنا نقضي السيران على الواقف؟ ماشي الحال، شرفوا تفضلوا. تفضلوا. على فكرة يا جماعة، نحن لازم نجتمع كل فترة، يعني مو حلوة نقطع بعض فترة طويلة. طيب شو رأيكم نعمل هيك مشروع كل يوم جمعة؟ ليش لا؟ أنا موافق، فكرة معقولة كتير. أنا برأيي السيران الجاية نعملوا عائل، حتى النسوان ما يعملوا فينا مقلب مثل مقلب اليوم. لا هيك ما بيصير. أحسن شي نعمل جمعة نسوان وجمعة بلا نسوان، يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. أخي أنا ما عندي مانع، بس على شرط كل يوم جمعة بنطلع على مطعم شكل، يعني مو شرط نجي على نفس المطعم. وليش بقى؟ أخي لحتى ما نصير الشوهات حوالينا، يعني عدم المؤاخذة، نحن موظفين ورواتبنا محدودة وجيتنا على هيك مطاعم غالية رح تصير الشكوك حوالينا. فصاعة شو بتحسبها؟ شو حسان؟ شامم من كلامك ريحة غريبة ها؟ ريحة شو؟ كأنه عم ترتشي. ها؟ يعني بس أنا اللي عم برتشي؟ ما كلنا بالهوا سوا. يا جماعة يا جماعة الله يخليكم، يعني أنا هذا مصطلح الرشوة ما بحبه، بحسه هيك فج ومباشر. سيدي مو المهم التسمية، كل الدروب بتودي على الطاحون. أصبح يا جماعة شو أخبار الرشوة معكم بهالأيام؟ ماشية تمام ولا نص على نص؟ ولك وطي صوتك ليقوم حدا يسمعنا. لك شبك بتضل مرعوب ونقوزي؟ ما قلتوا لي يا جماعة، شو رأيكم ما دام مجتمعين كلياتنا مع بعض نستفيد من خبرات بعضنا؟ ما في مانع، هو تبادل الخبرات بهيك موضوع ضروري جدا. معناتها شو رأيكم؟ كل واحد يحكي لنا عن طريقته بالرشوة وعن أسلوبه الخاص بالشفط، موافقين؟ موافقين. خلينا نبدأ من عندك يا فريد. ما عندي مانع أبدا. أصبحات يا سيد فريد، احكي لنا شلون عم بتدبر أمورك بهالأيام؟ والله أنا من جهتي عايش على معاشي وما عم بقبض براني أبدا. شو بنا فريد؟ هلا جايين نبيض على بعضنا؟ خلينا عم نحكي بشفافية، الله يرضى عليك. أنتوا فهمتوني غلط، أنا مو هيك قصدي، أنا صحيح ما بقبض مصاري، بس بيني وبينكم أنا عندي أسلوب تاني غير مباشر. هات لنشوف، نورنا. الله ينور عليك. راح نوركم ولا يهمكم. إيه معلم ما قلت لي شو بتشتغل حضرتك؟ معلم صحية استاذ. شو هالحكي؟ قسما بالله إلي من الصبح لهلا وأنا عم دور على معلم صحيح، بتصدق؟ خير ان شاء الله استاذ. لا ما في شيء، بس عندي هيك كم تصليحه بالبيت، يعني السيفون اجلك عطلان وفواجه الخزان عم تهرب مي وحنفيه مغسله بدها تغيير. خلص استاذ ولا يهمك، انت بس اعطيني عنوان البيت وامتى بتحب اجي انا جاهز. هلا على الحارة وهي عنوان البيت جاهز.
على بين ما تروح تصلح وتجي باذن الله بتكون معاملتك جاهزه. حلو الكلام؟ كتير حلو استاذ، ما في مشكله. وانا بانتظارك. الله معك. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. شفنا هالمعامله لو سمحت. هات نشوف سيدي. ايه سيدي، شو بتشتغل حضرتك؟ عندي كازيه على طريق حرستها. شو هالحكي؟ يا لطيف، يا لطيف، شو ابن حلال، يا لطيف على هالصدفة. انا؟ ليش خير استاذ في شيء؟ بتصدق اني من الصبح لهلا عم دور على رقم كازية؟ لانه بمعلومك خزان المازوت عندي فضي، وانت بتعرف يعني. إيه خلاص استاذ ولا يهمك، اعتبره تعبى باذن الله، انت اعطيني بس عنوان بيتك وانا بتصرف. تسلم يا طيب، تسلم. تفضل سيدي، هي عنوان البيت، وهذا توقيعي على المعاملة مبدئيا، بس انت بترجع بكره مش هوقع لك اياها من المدير العام، مشي؟ شكرا كثير لخدماتك استاذ. لا ولو، ولا يهمك، نحن بدنا خدمة تحريز. شكرا. اهلين وسهلين. يعطيك العافيه. الله يعافيكي، يا اهلين وسهلين. ممكن؟ ايه، يا اهلين وسهلين. عفوا بالله، حضرتك شو بتشتغلي؟ انس انجليزي. انسة انجليزي؟ يا سلام على الصدفة، اجيتي بوقتك. خير استاذ، شو الصدفه؟ لا ما في شيء، بتصدقي اني من الصبح لهلا عم دور على شي انسة انجليزي شاطرة وما عم لاقي؟ مشان شو؟ الحقيقة عندي صبي صغير بالصف الثاني عنده مذاكرة انجليزي بعد يومين، يعني كنت عم دور له على شي انسة هيك تعطيه كم درس خصوصي وتراجع معه المنهج شوي. خلص استاذ، وصلت، ما في داعي ادور، بس بليز اعطيني عنوان البيت. تكرم عينك، جاهز؟ تفضلي، وهي العنوان. وهيك الله وكيلكم، شوفت عينكم، ما عم وفر حدا بنوب، اللحام، الدكنجي، الخضري، بياع الغاز، بياع الحلو، مين ما كان، لك حتى هذا الشاب اللي بيشطف دراج ما عم وفره، مشان هيك بضل معاشي مثل ما هو. طبعا هذا غير التعويضات والمهمات واذونات السفر الوهميه. طريقة رائعة وبعيدة عن الشبهات تماما. طبعا، وبهالصوره ما حدا بيلقط عليك اي مستمسك وما حدا بشك فيك ابدا. بس بدكم الصراحة يا جماعة، بيضل الكاش ماني أحلى. اوه طبعا بيضل الكاش احلى، انا من ناحيتي ما بقبض الا كاش. هات احكي لنا شفيق، شلون بتقبض أنت؟ ايه ابو الشباب، نحن باي عام هلا؟ عام 1400 حبيبي انا عم بسألك عن الميلادي مو عن الهجري. عام 2002. طيب من سنتين باي عام كنا؟ 2000. ايوه برافو عليك، 2000 بالضبط. خلينا على 2000 لانه رقم صحيح وما في كسور، ما هيك؟ ايه لك شو عم تفهم علي ولا لا؟ ايه طبعا فهمت. يعطيك العافية، تعال بكرة بتلاقي معاملتك جاهزة. شكرا كثير. ولو هذا واجبنا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافية أستاذ. أهلا شو وسهلا. أخباركم أستاذ؟ أهلاً إن شاء الله وسهلاً. تمام. الله يسلمك يا رب. أنت عندك سيارة؟ إيه والله عندي والحمد لله. قديش موديلها؟ 99. بس 99؟ سيدي ماشي حالها، نعمة كريم. طيب قديش استطاعتها؟ 16 حصان. أي لا 16 قليل كتير. قصدي يعني قديش عدد الأحصنة تبعها؟ أوه علينا، لا مو هذا القصد. قديش السعة تبعها؟ كم سي سي؟ كيف يعني؟ يعني في سيارات سعتها 1600 سي سي، 1800 سي سي، 2000 سي سي. والله ما بعرف. ولك في حدا بالعالم ما بيعرف سيارته كم سي سي؟ بس يا أستاذ أنا معاملتي ما دخل بهالأسئلة. لك بعرف هالأسئلة ما إلها علاقة بالمعاملة، بس حبيت أسألك لحتى دردش معك شوي. بتعرف إني حبيتك كتير. هذا من لطفك أستاذ. طيب أنت قديش بتدفع رسم سيارتك بالسنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أستاذ ماني متذكر، لأنه معقب المعاملات هو بيرسم لي إياها. طيب مالك متذكر ولا رقم ولو تقريبي مثلا؟ والله ماني متذكر.
هو علينا. انت مني؟ من ضيعة جبلية اسمها عش البومة. وقديش ارتفاعها عن سطح البحر؟ اكيد فوق ال 1900 متر. ايه هيك شي يعني. قديش يعني؟ يعني مثل ما تفضلتوا حضرتكم استاذ، يعني بهالحدود. طيب كم كيلو متر بعيدة من هون؟ يعني بعد مفرق وادي الريش بحوالي 2 كيلو. ها وهال 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ 2 كيلو كم متر بيطلعوا اذا قلنا لك يا استاذ والله ماني شاطر بالتحويل انا. ولك يا بني ادم الشغله ما بدها شطاره. اذا كل كيلو متر بيطلع 1000 متر، 2 كيلو متر قديش بيطلعوا؟ 2000 متر. برافو عليك، فعلا 2000 ليره، عفوا 2000 متر. بقى شفت شلون انه شغلتك قريبه مو بعيده؟ كلها شغله 2000. بقى فهمت علي ولا لا؟ هلا فهمت عليك استاذ، فهمت عليك. شرف استاذ. هلا انت عيني. ارجع بكره بتلاقي معاملتك جاهزه موقعه من المدير العام. طيب شكرا كثير استاذ، فضلتوا والله. ولو هذا واجبنا. يعني بضل باخذ زبون وبجيبه لحتى يقول الرقم القريب من الرقم يلي ببالي، ساعتها بيفهم شو المطلوب. والله طريقتك يا شفيق معقولة كتير وجهنمية، بس طريقتي أنا مبتكرة أكثر، ما فيها أي مسؤولية. هات لشوف يا أحسن، قلنا بقى شو هالطريقة؟ يخرب بيت هالموبايل كأنه من العصر الحجري. طولوا بالكم استاذ، طولوا بالكم. ايدي على راسك، شفت أتعس من هيك موبايل؟ والله ماشي حاله، كل الناس عم تحمل مثله. منين ماشي حاله؟ إيه قسما بالله عم بستحي امشي فيه بالطريق. ده كان موظف مهم مثلي يحمل هيك موبايل، استحوا طلاب المدارس يحملوه. لا تكل هم استاذ، بكره رح شب لك معي جهاز موبايل حديث ولا احلى من هيك. ما في داعي تلبك حالك. ما في لبكه ولو. بتحب جيب لك يا اضاءة زينون ولا عادي؟ يعني إذا كانوا لابد زينون. تكرم عيونك. وعلى هالمنوال قيس، كل ما بفوت لعندي مراجع بنق قدامه، يا اما على الموبايل، يا اما على الساعه، يا اما على القداحه. الله وكيلكم اخر الشهر بيجتمع عندي موبايلات وقداحات خير الله. ايه وشو عم تعمل فيهم؟ ابن خالتي عنده محل وبيشتريهم مني اول باول. والله طريقة حلوة، مو هيك تيسير؟ لا والله مو حلوة منوب، معدة كتير. طيب هات شوف انت شو رأيك؟ أنا برأيي كل طرقكم قديمة وكلاسيكية وأكل الدهر عليها وشرب. شو هالحكي هاد؟ بالعكس يا تيسير، نحن عاملين كل الاحتياطات اللازمه بحيث ما نحط على حالنا ولا مستمسك. إيه بلا ممسك بلا بطيخ، يعني يلي بده يستقصدكم بيلاقي عليكم 100 ممسك وبالوقت اللي بيريدوا. إيه صحيح، بس يعني المهم انه نحن ناخذ احتياطاتنا. إيه بس هالطرق هي اللي حكيتوا عنها صارت معفنة بازارية ما فيها أي ابتكار. يعني كان بإمكانكم تبتكروا طرق عصرية وعملية أكثر من هيك بكتير. ليش لسه في طرق عصريه وعمليه اكثر من هيك؟ ليكوا الثاني؟ إيه طبعا في. طيب انت كيف طريقتك؟ هات نورنا لنشوف. يا سيدي أنا طريقتي يمكن لسه ما حدا فكر فيها منوب. طريقة جديدة كتير ومستحيل تخطر على بال الجني الأزرق بذاته. هات نورنا، الله ينور عليك، بلكي بنتعلم منك يا سيدنا. هلا بتشوفوا بعينكم. صار وقت الجماعة. أنا جماعة. هلا بتشوفوا. هلا انتم ما بدكم تعرفوا طريقتي، بقى تفرجوا وانتم ساكتين. وصلوا الجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا استاذ تيسير. اهلا وسهلا كيفك؟ مرحبا. الحمد لله. بيسلم عليك المسيو مرزوق وبيقول لك هاي الرشوة اللي اتفقتوا عليها. 50,000 رشوة إلك و50,000 رشوة للسيد المدير العام. يسلموا ايديك وسلم لي على المسيو مرزوق وقول له يجي لعندي بكره على المكتب وكله تمام باذن الله. عفوا استاذ تيسير، المسيو مرزوق بيسلم عليك وبيقول لك مشان المعاملة الثانية مشي الحال. السيد الوزير رح يحكي معكم. امنت بالله على القصه. ولك حبيبي ليش عم توشوشني انت؟ ما تحكي بصوت عالي. لك اخي فهم مني بقى انت ومعلمك. يعني لو اجتني واسطه مو من الوزير، لو اجتني من كوفي عنان هالمعامله ما بتمشي. هي رشوتها لجيبي الخاص $500,000 ليرة، بقى ادفعوا $500,000 والمعاملة بتمشي مثل الحلاوة، وإلا بدي عرقلها واكتب تقارير فيها مثل السم. تفضل الله معك. بقى شو رأيكم بهالطريقة المبتكرة؟
هلا هي طريقة هيك على عينك يا تاجر. طبعا على عينك يا تاجر، لانه بهالايام ما عاد في داعي للخجل ابدا. لك ليش الخجل؟ ليش؟ ونكايا فيكم. اسمعوا باذنكم يا عالم يا ناس، انا موظف مهم بالدوله وما بمشي معاملات الناس الا لارتشي. انا برتشي يا ناس، برتشي يا خلق، يعني بالمشرمحي ببلع انا. العمى على القصه، شو عم نسرق نحن؟ شو ابو سلام شايفك قعدت؟ شو بدك ياني ساوي لكان؟ ضل واقف على طول؟ ايه قوم بسرعة، في طلب بدك توديه، مو وقت ترخي بدن. لمين الطلب؟ للأستاذ رشاد مدير التصنيف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما لقيت غيري تبعته لعند مدير التصنيف؟ ليش شو فيها؟ رح ياكلك؟ مو قصة ياكلني يا أبو فتحي، بس أنا ما بحب فوت على مكاتب الموظفين الكبار يا أخي، هيك طبعي. لك بتلبك يا أخي مو بإيدي. بعدين هذا مدير التصنيف بالذات مأنزع شوي وآكل كم بحاله وشايف حاله كتير، وأنا لما خلصنا ابو سلام، خلصنا بقى. طلب بدك توديه، شو رح تناسبه انت؟ ودي له فنجان قهوه وصلى الله وبارك. طيب وينه عزيز؟ ليش ما بتبعت الطلب مع عزيز؟ عزيز بده يودي طلب لمكتب مدير العام، تروح بداله؟ لا دخيلك يا محلى مدير التصنيف قدام المدير العام، بس هي آخر مرة. ها؟ شلون يعني هي آخر مرة؟ ما فهمت عليه. أبو فتحي فهمني مرة واحدة الله يخلي لي إياك، إذا بتريد يعني إذا ما بيصير سئلي عليك، افرزني أنا العبد الفقير لخدمة موظفين الصغار، بالقلم، بالديوان، بالأرشيف، بالمستودع، ما في مانع. بعدين أنا مو شكلي يعني شكل واحد يفوت على موظفين كبار. خليني أنا هيك على هالشغلات هي، وخلي عزيز للموظفين الكبار. جاهز الطلب معلم؟ ايه قوم هلا، وأجل لي الحديث لبعدين. خذ يا الله. شو هذا؟ العمى صار له 20 سنة ولهلا ما بيسترجي يفوت لمكتب مسؤول، شو هالبلوة هي؟ بدك تطول بالك عليه معلم، بدك تطول بالك عليه. المسكين من وقت ما اكل الكف من نائب المدير العام وهو صار في هيك، بقى لا تجور عليه الله يسترك. ما اختلفنا، هذا الكف صار له 15 سنة، معقول يضل مأثر فيه 15 سنة؟ العمى. ولا انت كم كف صرت اكل مني لهلا؟ والله ما بتذكر معلم، يا 4 يا 5، بس يمكن 6. طالما مالك متذكر كم كف معناته مو مأثرين فيك بنوم وجلدك تمسح. معقول كف واحد يضل مأثر فيه 15 سنة؟ والله سمعها هي شيء. صباح الخير يا سيدنا. صباح النور. ليش هيك تاخرتوا بالقهوه مثل العاده؟ ما بتبطلوها العاده؟ سيدنا القهوة كانت على النار، وعلى بين ما تهدت قصدي على بين ما استويت قصدي على بين ما النار. خلاص بلا داعي، حط القهوه وروح، حطها من ايدك. حاضر سيدنا حاضر. ولك شبه العمى ضربك، شو صاير لك؟ ليش هيك دلقت القهوه على الصحن؟ سيدنا صدقني مو ذنبي انا، بقصدك الفنجان كان مليان على الاخر، والانسان لما الفنجان لما الانسان. ولك انتوا هيك دائما، كل واحد بيرمي الحمل على غيره. امتى بدنا نصير بني ادمين ما بعرف. والقهوة باردة كمان. ولك يا عالم مشتهي شي مرة يوصل لعندي فنجان قهوة سخن. كثير صعبة هالقصة. بتحبوا غير لكم الفنجان سيدنا؟
لا خلاص لا تغير شيء، انتزع مرائي كله، نقلع من خلقتي يلا، لكن اقلعوا بلا تلبسي. شو؟ لسه واقف خلقتي مثل مسطول؟ يلا اقلع. ايه حاضر سيدي، حاضر حاضر. العمى شو هالبني ادم هاد؟ شو بك؟ العم ضربك مالك شايف؟ 3 قهوة سادة و2 شاي. حاضر استاذ، دقيقتين بيكونوا عندك. وصلت الطلب؟ وصلته. شبك مو على بعضك في شي؟ قلت لك ما بدي روح بعاد غيري يا ابو فتحي، ما كنت رضا. ليه شو صار؟ ما صار شيء، ما صار شيء. لك لوين رايح؟ بدي اطلع لبرا شم شوية هوا، رح اختنق يا ابو فتحي. استنى هلا لا تروح، في طلب بدك توصله لمدير الابحاث. مدير الابحاث؟ ايه مدير الابحاث، ليش ارتعبت؟ ابو فتحي الله يخلي لي اياك مشان الله، بحط حدا غيري بنوبك ثوابي. لا عمي ما راح ابعت غيرك وانت بدك تروح. بس انا هلا لا تبسبس لي، انت اللي بدك تروح. بعدين وينها؟ غير لي الاسطوانه بقى، مليت منها. جاهز الطلب يا ولد؟ 3 قهوة و2 شاي جاهزين معلم. يلا سلام. انت على الصينيه وبوشك لعند مدير الابحاث، حاكم هذا ما معه لعبه. يلا. حاضر حاضر. سكر الباب، سكر الباب. مرحبا. اهلين ابو سلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو بك؟ ليش هيك بارمبوزة؟ لا ما في شيء ولا يهمك، ما في شيء. حط لك تتغدى؟ لا مجي على بالي شوية تاني. ايه. شو بو هذا؟ شوف يا رشاد، أنا ما بحب أحكي كتير، كلمة ورد غطاها. أنت لازم تفهم شغلة مهمة كتير، وهي إني بني آدم مثلي مثلك، وأنا ما بسمح لك أبداً إنك توجه لي أي إهانة مهما كان وضعك. فهمت ولا ما فهمت؟ بعدين تعال أقول لك، وإذا يعني مكبة القهوة على الصحن، وإذا أي واحد ممكن ينكب معه فنجان القهوة، مو بس أنا، شغلة عادية كتير وبتصير مع مين ما كان، وبجوز تكون صايرة معك أنت بالبيت، أنت بالذات. هلا بشرفك لما مرتك بينكب معها فنجان القهوة بتسترجي تفتح تمك وتحكي؟ أكيد لا. ليش؟ لأنك جبان. جبان. مو بس جبان، جبان ورديء وخويف. لك مين مفكر حالك أنت؟ مين؟ لك رد لما بحكي معك، رد ولا تبحلق فيني مثل الصنم. مين مفكر حالك أنت؟ مدير التصنيف؟ دخيلك خوفتني. اشي بيهوي منك ومن شغلك. ولك بس بدي افهم، انت شو بتصنف؟ لك شو بتصنف انت؟ بحطك بذمتي انك ما بتعرف تصنف شيء، وما لك علاقه بشيء اسمه تصنيف على الاطلاق. صنفك وحده تسهل امرك. روح نقلع من خليتي يلا اوان. وانت الثاني مين مفكر حالك؟ كلك على بعضك مسؤول بوفيه صغير، لا رحت ولا جيت. عال والله، منيح اللي ما كنت شي مسؤول مهم. تضرب بهالموديل شو قليل طعمه. ام سلام، يا ام سلام. ايه شبك؟ ليش عم تعيط؟ حطي لي غدا جعت. شو؟ مبين غيرت رأيك.
لك مو على اساس مالك جوعان ومو جاي على بالك تاكل؟ صحيح، وهلا اجى على بالي شو فيها يعني غريبه. ولك انا كم مره بدي سخن الاكل؟ لا خلصيني هلا، خليني اسلط لي لقمتين قبل ما انزل اشتغل على التاكسي. اوان بلا نياطه. حاضر. يعطيك العافية معلم. اهلين وسهلين، لوين مشوارك؟ على المهاجرين لو سمحت. ايه تكرم عيونك، اهلين وسهلين. العمى شو هالحالة هاي؟ رح نهب من الشوق. لازم يلزموا كل شوفيرية تكاسي يركبوا مكيف، والسيارة اللي ما فيها مكيف لازم تتخالف. معك حق استاذ، صار ضروري المكيف. شو هالشريط اللي حاطه؟ اذا مو عاجبك مو غيره استاذ. ايه غيره، لأنه ضاج راسي. ولا لك بلاها كلها، طفيها المسجلة، طفيها كلها يلا. تأمر يا سيدي، ها وهي طفيناها. ولك اشتهيت شوف شوفير تاكسي بيحط أشرطة ظريفة، ما في مجال، كل الشوفيرية أشرطتهم مشرشحة. لك يا حبيبي استعجل لك شوي، رح نفطس من الشوق، شبك كأنك ماشي على بيض. يا استاذ شوفت عينك، الطريق معجوق وما بقدر اسرع اكثر من هيك. لك يا حبيبي دبر راسك، مو ضروري تمشي على الطريق العام، فوت من بين الحارات. لسه مشوارك بعيد يا اخ. شو مليت؟ مو قصة مليت، بس رح اضيع. بصراحة هي أول مرة بفوت هيك فوتة بين الحارات. روم طريقك يلا. خير؟ شايفك وقفت. والله يمكن هالطلعة قاسية شوي على السيارة يا حبيبي. إيه لا سيدي مو قاسية. انت قول انه سيارتك مهرهرة ومو خرج تمشي بهيك طرقات بيكون احسن. مثل ما بدك، سيارتي مهرهرة. بقى يا ريت تنزل وتكمل مشي إذا بتريد. لا والله ما حذرت، لأن لو بدي أطلع لفوق مشي ما كنت أخذت تاكسي. بقى حط أول واتكل على الله. يلا. بس هون عندك على اليمين بس. ايوه بس. لا حول ولا قوة إلا بالله، حميت السيارة وطلعت ريحة الدبرياج. معلش هلا بتبرد لحالها. قد ايه طلع حسابك؟ 46 ليرة. 46 ليرة؟ مسيك. ما معي غير 35 ليرة، دبر حالك فيهم. مسيك. 35 ليرة. 35 ليرة. أنا بفرجيك. 35 ليرة بس، ولك يخرب بيتك ما أوقحك، يخرب بيتك. يعني هذا فوق ما وصلتك على باب بيتك وطلعتني طلعة بتقصف عمر الموتور قصف وبتهري صحن الدبرياج والبواط هري. فوق كل هذا بتدفع أقل من العداد. ولك فصاعة شو بالهموطي. ولك العمى بقلبكم شو بجم. الواحد منكم بفكر حاله اشترانا بهالقرشين اللي رح يدفعون اجره. لا وشو؟ علي الصوت، وطي الصوت، غير الشريط، روح من هون، لا تروح من هون، اطلع، انزل، خفف، استعجل، ولك تضرب هالمسرح من وراء الزباين اللي من نمرتك تضرب. بعدين تحرق لها. تعال هون، انت ليش رافع مناخيرك كل هالقد؟ ومأنزع لي حالك، ويا ارض اشتدي ما حدا قدي؟ ها؟ ليش هيك؟ شو يعني؟
يعني اذا حكيت من برات منافسك مثل القرفان وحطيت نظاره سودا بتخوفني؟ ولك انا ما بخاف لا منك ولا من غيرك. ابو سلام ما بيخاف الا من يلي خلقه. فهمت ولا ما فهمت؟ ما بيخاف ابو سلام. حط هالشي بذهنك. فعلا انت واحد حشره دون. تفه عليك وعلى امثالك تفه. شبك ليش صوتك طالع؟ ما في شي، كنت عم واحد ربي. ايه شو خير يا طير؟ لمن رايحة؟ رايحة زيارة. ولوين هالزيارة بقى؟ ليه؟ ضروري تعرف يعني؟ شو؟ قال ضروري اعرف يعني ما بدي اعرف مرتي لوين رايحة؟ رايحة لعند ام روعة، انبسطت هلا؟ ام روعة؟ ايه بس على ما اذكر نحن اتفقنا انك تقطعي علاقتك مع ام روعة. نحن ما اتفقنا، انت اللي طلبت مني اني بطل روح لعند هي المخلوقة بدون ما افهم شو السبب. السبب بكل بساطة انه لا طينتنا من طينتهم ولا عجينتنا من عجينتهم. نحن وين وهن وين؟ اكابر كتير يا عمي ونحن اصاغر. ايه وشو يعني؟ يعني ما في داعي لا لأم روعة ولا لأم ضبعة. بقى عادي بالبيت وانضبي واشتغلي لك شي شغلة تنفعك. بس انا وعدتها والمخلوقة هلا بتكون عم تنتظرني، ايه ما حلوة طنشها؟ لا تطنشيها، اعتذري منها على التليفون. شو؟ إيه لا والله ماني معتذرة منها. ايه وشو المعنى؟ مبينة، يعني بدي روح. ايه بس انا قلت ما في روحة. وانا قلت بدي روح. يعني بدك تكسري كلمتي؟ اكسر كلمتك؟ يلواه الواه، ليش انت لك كلمة بالاول؟ حال والله هذا اللي كان ناقص، مو خاطرك. العمى العمى بقلبها راحت، كسرت كلمتي وراحت. بسيطة، أنا بفرجيكي. إذا ما مسحت فيك الأرض ما بكون أبو سلام. اعملي وكتري لقلك. اسمعي لي، من هلا ورايح كلمتي هي اللي لازم تمشي بهالبيت، فهماني ولا لا؟ ويكون بعلمك إنه أنا رجال البيت مو أنت. يعني إذا كنت ما بجيب أولاد بتحطيني على الرف وبتاخدي محلي وبتتمتمتي على كيفك؟ إيه خسئتي خسئتي يا امرأة. والله لأضربنك ضرب الحمير والبقر والله. بعدين تعال اقول لك، في كثير رجال ما بيجيبوا اولاد، مو بس انا. ومع هالشي بضل اسمهم رجال، وانا ما بسمح لك ابدا تطاولي علي وتتجاوزي حدودك. واذا ما عجبك هالحكي يلا يلا قوام، يلا ضبي اغراضك بسرعه وانقلعي من وشي على بيت اهلك، الباب بفوت جمل. ويكون بمعلومك انه انا لما بقول ما في روحه على بيت ام روعه يعني ما في روحه. قص ولا حرف، قص ارخي نظرك، لا تردي بتمي كلام. هي عم فاهمك ها؟ حتى النقاش ممنوع. ليش فنجرتي عيونك؟ ارخيهم بالارض. اي نعم ممنوع تناقشيني انت، لانه المرأة الصالحة لازم تطيع جوزها ومن تم ساكت وتمشي قدامه مثل الغنمة وتطلب رضا بعد رضا ربها، مو مثلك كل شغلة بدك تاخذي وتعطي فيها يومين زمان، وهي بدي وهي ما بدي، وترفعي اصبعتك المكسورة بوشي وتهدديني تضربي بها الراس اللي ناتعتي. اسمعي لي، انا راح اعتبر هذا اخر تنبيه اليك. بعدين ذنبك على جنبك، وقد اعذر من انذر، قسما عظما. اذا بتقولي لا مرة ثانية لحتى قيم هالكف واسلخك على خلقتك وورلك اسنانك، فهماني ولا لا؟ يلا يلا اقلعي من خلقتي هلا وغيري لي هالروب المشرشح اللي لابستيه، يلا. ها علي ابو سلام، جيت بوقتك، خذ الطلب بسرعه لمكتب مدير العام. قولي المدير مين؟ المدير العام، شو ما سمعت؟ بس انا يا ابو فتحي قلت لك. هلا لا تتمكمك، خذ الطلب بسرعه وخلصني، الزلمه عم بيستنى. لا ما بقدر دخيلك يا ابو فتحي، بتلبك انا عند المدير العام، قسما بالله بتلبك، ما بقدر يا اخي ما بقدر. بقول لك يا ابو سلام، الزلمه عنده ضيوف. ما بقدر، بتلبك ما بقدر اعفيني مشان الله يا ابو فتحي، ما بقدر، لا تغصبني، ما بقدر، مو بيدي يا ابو فتحي، ما بقدر. بقول لك يا ابو سلام، ابو سلام يا عم، شو صوته هالزلمه؟ انت اعطيه وشي معلم. فوت لجوا الامير، فوت. بتلبك مو بايدي، ما بقدر فوت لعند المدير العام، ما بقدر. لك شو وين عيونك؟ مالك ناصص؟
بلا بس كنت انا يخرب بيتك الحمار اذا بده يقطع الطريق بيطلع حواليه ما بيقطع دغري بده يقلع بقى زمني ويخلعك بوكس يضربك ضرب. روح روح. انا حمار؟ انا حمار؟ طيب انا بفرجيك. أنا آسف يا سيدي، آسف دخيلك لا تأخذني. وأنتوا كمان لا تواخذوني، لأنه هدول ما بنحسن ناخد راحتنا معهم، ما بيتغمق معهم أكتر من هيك. مرحبا ابو يوسف. اهلا استاذ سالم، جيت بوقتك، الشاي سخن وخمير، تفضل اخي. قبل ما اشرب شاي شو صار بالمسجله؟ كل خير اخي كل خير. يعني تصلحت ولا ما تصلحت؟ شبك طالع خلق علينا؟ لانه مسجله صار لها عندك اسبوع، يعني بهالاسبوع كانت تصلحت اذاعه بحالها، مو مسجله صغيره مثل هاي. وينها؟ بسيطة، تفضل اخي، وهي المسجلة، بس انت روق علينا شوي. يعني خلاص مشي حالها تصلحت تماما؟ شو نحن عم نلعب لك ها؟ لا طبعا ما عم تلعب، المهم شو كانت علتها؟ غيرت لها المكثف والفحمات ونظفت لها الراس. مو على اساس بس المكثف عاطل؟ مزبوط، هيك بين معي من المعاينة الأولانية، بس بعد ما فتحنا المسجلة بين معي عطال تاني، يعني شغلتنا أستاذ مثل الدكتور، ما بيقدر يعاين مزبوط إلا اللي يشوف بعينه. شلون يعني؟ يعني الدكاترة بيقولوا للمريض معك زايدة أو بحصة بالمرارة أو أي شيء من هاد، ولما بيفتحوا بطنه بيلاقوا عطلين ثلاثة غير العطل الأساسي وهم بيصلحوهم بطريقهم. وعنا هيك بنعمل مع الأجهزة الكهربائية، بنفتح المسجل مشان نصلح المكثف، بيطلع معنا بلاوي متلتلة ما كنا حاسبين حسابها. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بنا أبو يوسف؟ صاير عم تحكي أكثر من هالراديوهات اللي عم تصلحها. يمكن عديت منهم. المهم هلا قديش طلع لك معنا؟ 600 ليرة بس. قديش؟ 600. بتشتريها؟ نعم. مو كتير 600 ليرة؟ لكن مو كتير؟ كنت فاصله شوي، لا تعطيه مثل ما بده. ما بقدر فاصله، لأنه أنا ما بفهم بهي الشغلة. بعدين شو عرفني شو حاطط حق مكثف ولا حق فحمات؟ هذا إذا كان حاطط هيك شيء من عين أصله. يعني معقول يكون عم يكذب عليك؟ ما بعرف، وما بقدر أحطه بذمتي. بعدين المسجلة جديدة، معقولة يتعطل فيها 3 شغلات دفعة واحدة؟ والمشكلة إنه أغلب المصلحين بيستغلوا جهلنا بالأمور الفنية وبيقطشوا بيلحشوا على كيفهم. مثلاً بيجيك مصلح البرادات شو بيقول لك؟ عبيت لك غاز، صلحت لك الضاغط ولفيت المحرك. طيب اوكي، مصلح التليفونات، الذاكرة مضروبة والمكثف اللي رقمه مدري قديش محروق. بيجي مصلح تلفزيونات بيلعي قلبك وبيشرح لك ساعة عن الايسيات وعن ناخب الالوان وما بعرف شو ضراب السخن هذا اللي بيسموه، وانت ما بيطلع بايدك شيء ابدا الا تدفعي له. بعدين مين هذا الشاطر اللي بده يقعد يناقش المصلحين بالضواغط والمكثفات والايسيات والفيوزات الطاقة؟ مين؟ هلا معقولة كل المصلحين هيك؟ أنا ما قلت كلهم، أكيد في منهم بيشتغل بضمير وجدان، بس يعني هدول قلال. بتعرفي ندى، أنا عم تخطر لي فكرة جهنمية. شو هي بقى هالفكرة الجهنمية؟ ليش أنا ما بفتح محل تصليح للأجهزة الكهربائية؟ أنت؟ ليش شو بفهمك أنت بهيك شغلات؟ صحيح أنا ما بفهم فيها، بس يعني بدبر راسي. شلون بتدبر راسك؟ إلا كان أبوك مصلح مسجلات ولا جدك مصلح تلفزيونات؟ بدبر راسي، شو هي كيمياء؟ مرحبا معلم. أهلين أهلين أهلا وسهلا. مبروك المحل. الله يبارك فيك. إذا بتريد ممكن تشوف لي الراديو الله يخليك. إيه تكرم عينك. شو بقوم شو بشكي؟ ما بعرف هيك صوته شوي عم بيوش. بجوز يكون بده عيار الديسبل او تغيير وشيعه، اترك لي اياه شي يومين. طيب قديش بكلف يا ترى؟ ما فيني اقول لك قبل ما صلحه، على كل ما رح نختلف. شو الاسم؟ نادر. اوكي، شي يومين 3 بيكون جاهز. ماشي طيب شكرا يعطيك اهلين، العافيه. الله معك، مع السلامه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. في مسجل باسم عصام، يا ترى جاهزه؟ ايه لحظه اذا بتريد. هاي المسجله جاهزه.
رح اجرب لك اياها قدامك. ماشي. فيها شريطه شو شلون هيك صوتها تمام ما؟ تمام مزبوط، يسلموا الايدين. شو كان علتها هي؟ بعد المعاينة الأولى غيرنا لها الاي سي وحطينا لها مضخم صوت. يعني قديش الكلفة؟ 350 ليرة بس. طيب. شرف. أهلا وسهلا. معوضين. يسلموا ايديك. مرحبا يا اخي. أهلين وسهلين. بتصلح مكاوي حضرتك؟ إيه طبعا نحن بنصلح كل شيء مدام. شوف لي المكواية الله يخليك. شو علتها؟ عم تكهرب. بسيطة مدام بسيطة، خلي لي إياها كام يوم. وان شاء الله ما بتكلف كتير. والله يا أختي ما ببين معي لحتى أفحصها وأعرف شو علتها. طيب افحصها هلا وقول لي شو بتكلف. لك لا شو هلا مدام؟ مانك شايفة قديش مكوم الشغل فوق طاولتي؟ هلا ماني فاضي. بصراحة أنا خايفة تكلفني زيادة وما أكون عاملة حسابي لهالشي. ولا يهمك مدام، إن شاء الله ما بتكلف كثير، أنت قديش عاملة حسابك؟ يعني شي 200 250 ليرة. بإذن الله ما بتكلف أكثر من هيك. شو الاسم؟ أم نوري. أهلا وسهلا فيكي. هاي أم نوري. إن شاء الله يوم الخميس بتكون جاهزة. يعطيك العافية يا أخي. أهلين مع السلامة. وهون السيد نادر. السيد نادر. ها. ألو نعم. أهلين. شو؟ الأغراض؟ طيب بجيبهم بطريقي. لا بجوز أتأخر على الغداء. إيه مشغول. لك بشو يعني؟ عندي تصليح. ايه طيب الله معك. شلون عم يصلح وهو ما بيعرف يفك برغي؟ وهي مكواية ام نوري كلفت 50 ليرة، غيرنا لها الأشرطة والفيش. اوكي. وهي مسجلة ماهر الأضماني. نعم. كلفت 150 ليرة، كان المكثف محروق. وهي خلاط مساميح، بدلت له فيوزين وترانس، كمان كلف 150 ورقة. مزبوط. وهي سشوار بنت مسميرة، كان موتوره محروق، كمان كلف 200 ليرة. الله يسلم هاليدين يا ابو يوسف. هيك قديش حسابك صار؟ يعني كلهم على بعضهم إذا قلنا 550 ورقة. حاجة 500 ابو يوسف، حاجتك يعني ليش كل هالطمع؟ ماشي الحال، مثل ما بدك أخي. تفضل. معوضين إن شاء الله. ابو يوسف في تلفزيون اسود وابيض قديم جاييني، بتعرف فيهم هدول؟ بعرف بكل شيء، شو ما اجاك انا جاهز. ماشي الحال، اصبح بكره ببعث لك اياه مع الصبي. اقعد اشرب شاي. مستعجل كثير ابو يوسف، ما فيني، عندي شغل كثير بالمحل، بدي اروح صلح. ايه صحيح، لازم تصلح. ايه بدك تعلمني التصليح ابو يوسف؟ لك ايه شو بدك بوجعة الراس وتتعلم طالما انا موجود. قلتك انا ذهني سميك، بحياتي ما راح اتعلم. يعطيك العافية يا أخي. اهلين ام نوري الله يعافيكي. شرفي هي المكواية جاهزة. الله يسلم الإيدين. قديش كلفت أخي؟ 200 ليرة بس. تفضل. يسلموا هاليدين. كتر خيرك. وينك ام نوري؟ اذا رجعت كهرباء ترجعي لي اياها فورا. ها ماشي. يعطيك العافية. مع السلامة، الله معك. يعطيك العافية. اهلين الله يعافيك. تصلح الراديو؟ انو راديو؟ من يومين جبت لك راديو كان عم بوش، وقلت لي مدري شو بدك تغير فيه، وعادتني بعد يومين. ايوه تذكرت صح. سيد نادر ما هيك؟ ايوه بالضبط. لحظة شوي. وين حطينا؟ شلون هيك صار؟ معقولة نسيتوا عند الزلمة؟ أخي نادر معلش بترجع لعندي بعد يومين؟ لسه بدي انتظر يومين؟ عمي أنا ما بدي بقعد بالراديو، بدي أسمع أخبار. اسمع مني، ارتاح لك شي يومين من الأخبار بتدعي لي. طيب ممكن أعرف ليش بده يومين؟ لما فتحت الراديو لقيت الفيوز 3/14 محروق، وهذا الفيوز ما عاد عندي منه هون. بعثت لك على الوكالة بشارع النصر عند سوق الكهرباء، وبكره راح يكون عندي. ماشي الحال، بس دخيل عينك، اعمل جهدك بعد بكره يكون خالص. ما بدي تروح علي حلقة حكم العدالة. ولا يهمك، انت تيسر وتطمن. يعطيك العافية. مع السلامة.
انو راديو؟ راديو باسم نادر، جبت لك اياه من 3 ايام. حاضر، داير ادور لك عليه. دور عليه منيح ابو يوسف. بسيطة. شو صار معه؟ والله يا سيد سالم ما بين معي شيء. شو يعني؟ يعني بجوز انت ما اعطيتني اياه. لا انا متاكد اني جبت لك اياه بايدي. شو هالحكي؟ بسيطة، إذا متأكد ما بروح سيدي. أخي أنت بكرة تعال عندي وبلاقي لك إياه. ليش بدي ارجع بكره ابو يوسف؟ الله يخليك، خليني اخذه بايدي ويتيسر. الله يخليك يا أبو يوسف. لطيف، شو لحوح، مو هون بدي ادور لك عليه. وينك؟ السلام عليكم ابو يوسف. أهلين أبو عبدو. هاي مسجلة ام صبحي وهي راديو سيد نادر. شو عم يعمل هذا الراديو معه؟ شو عم يعمل يعني؟ عم صلح لي يا ابو يوسف. تلفزيوني انتظروا احد الفنانين ليكونوا ضيفا. استاذ جهاد. اهلا وسهلا فيكي. كاميرا خفيه ما هي؟ ماني هون منوب انا، ارجوكي. استاذ جهاد، هي مو كاميرا خفيه، رح ندردش معك ببرنامج حدث معي. ايوه. اذا هيك ما في مانع ويا اهلا وسهلا فيكي. طيب لنفترض انه نحن الكاميرا الخفيه، شو المانع انك تظهر فيها؟ انا اصلي فضايح وشرشحه انا. ليش الكاميرا الخفيه فيها فضايح؟ ما بعرف، انا الي وجهه نظر بالكاميرا الخفيه، بجوز ما توافقيني على رايي، بس بتضل هي وجهه نظري الخاصه. وشو وجهه نظرك استاذ؟ يعني يا آنسة هالبرنامج عالمي وعربي وله شعبية كبيرة في كل أنحاء العالم، بس أنا بشوف في استخفاف بمشاعر الناس وسخرية من أحاسيسهم وامتهان لانفعالاتهم العفوية. بس هن قبلانين. ولو كانوا قبلانين، أنت عم تقدمي فكرة يا آنسة، فكرة، وما بجوز أبداً نستغل طيبة قلب الناس وخصوصيات أحاسيسهم. بس هذا اسمه الضحك البريء. أنت بتقولي هيك، بس عدم المؤاخذة أنا بشوفه ضحك مغرض فعلا. يعني مثلا شو الفائدة إني رعب زلمة وحط قدامه حقيبة منفرقعات وأضحك من رعبه؟ قولي لي شو الفائدة؟ أو ابعت لصبية بشعة عريس حلو واستغلها واستغل فرحها البريء العفوي وبعدين أعمل كا 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 كا، هذا مقلب. أو استغل سذاجة رجل عجوز شاف 500 ليرة بالطريق مربوطة بخيط، إجا لاخ خدها قامت ما انسحبت معه. ما بعرف، هذا اسمه تعدي سافر على مكنونات النفس البشرية يا آنسة. هذا رأيي، وأنا متأكد إنه كثيرين من محبي الضحك والمسخرة ما راح يوافقوني بهالرأي. على كل حال هذا بضل رأيك الشخصي. المهم مالنا بالكاميرا الخفية، الاسم الكريم؟ جهاد عمشيتي. هذا الاسم الفني. لا الحقيقي جهاد عمشيتي. طيب مو ملاحظ إنه اسمك تقيل شوي؟ ولا يهمك، بكرة من غيره. شو رح تعمله؟ بسام عمشيتي. طيب استاذ عمشيتي، شو اطرف حادثه صارت معك خلال عملك الفني؟ يا ستي هو الواحد شلون بدي اقول لك، شو بدي اتذكر ليتذكر، بس بسيطه. رح اروي لك حادثه يعني رح اتبحبح فيها شوي، معلش. معلش خذ راحتك. وهالحادثه هي اللي رح ارويها اولها معاناه واخرها نكته. يا ريت تحكي لنا اياها. على عيني وراسي. هذا يا ستي مرة من المرات استدعتني إحدى المخرجات والمنتجات لمكتبها بشأن التعامل معي. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا أستاذ جهاد. شلون صحتك؟ أهلا وسهلا. موجودة المدام يا ترى؟ إيه نعم عم تنتظرك. شكرا كثير. تفضل. يعطيك العافية. تحياتي مدام ايناس. استاذ جهاد، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، مرحبا. شو الصحة؟ الحمد لله تمام. يخليكي ويسلمك. اسف انا للتاخير، بس امبارح كان عندي تصوير للساعة 3 الصبح وما فقت الا لهلا. ولا يهمك، الله يعطيك العافية. تفضل شكرا كثير. ايه ان شاء الله خلصتوا تصوير؟ بالنسبة إلي خلص دوري، أما بالنسبة للمسلسل بتصور فيه 4-5 أيام تانيات، يعني عم يشطبوا على المشاهد النهائية. وكيف رضاك عنه؟ عن دوري ولا عن المسلسل؟ على الاثنين سوا. والله ما بعرف، بتعرفي مدام ايناس يعني ما بعرف، المشكلة عويصة شوي. خير ليش؟ يعني أنت مخرجة ومنتجة وبتعرفي بهالأمور. أمور شو؟ إذا مشان الإنتاج، أنا الإنتاج عندي مثل الحلاوة وكل شيء مأمن، ابتداء من كاسة المي
وحتى لبن العصفور. مو هذا القصد مدام، يلي بقصده انه نحن الممثلين واقعين بين سفائين. يعني اذا ما اشتغلنا الناس بتهلكنا بالسؤال: وينك استاذ؟ اشتقنا لك، اعمالك قليله، شو عم يحاربوك؟ ليش ما عم يعطوك ادوار؟ فمنضطر حتى الجمهور ما ينسانا اولا، ولحتى نشتغل ونطالع لقمتنا ثانيا بنضطر نقبل شو ما كان. ليش المسلسل اللي عم تصوره ضعيف؟ لا مو قصد ضعيف، بس مخبص ومعقد ومو مبين له راس من ذنب. لا واخذت الدور على اساس الي بالمسلسل 11 حلقه من اصل 15، واذ بتفاجئ انه المسلسل صار 21 حلقه ودوري موزع على كل الحلقات. طيب ورح يقبضوك على اساس 21 حلقه؟ منين يا حسره؟ المنتج كشر فجاه وورجانا نيابه، شحد المسكين على غفله، على غفله قطع ايده وشحد عليها، قال شو ما معه مصاري، وتفاجئ بالكلفه، وقال لما بيقبض من المحطات ما بينسانا. لا هالشي ما بيصير ابدا. طيب مكتوب هالشي بالعقد؟ مو مكتوب ولا محسوب، الشغله فايته ببعضها. إيه انت كنت واقف التصوير؟ ايوه، حتى يحطوا الحق علي ويشكوني للنقابه ويتهموني بخربان بيت المنتج، شمس بلادي وبعرفها مدام ايناس. تشرب قهوه؟ يا ريت تعملي معروف. يا سوزان 2 قهوه اذا بتريدي. بقى اذا نفت بدوري بيكون الله رضيان علي والباقي فخار يكسر بعضه. لهالدرجه متشائم؟ مو مساله متشائم مدام، بس المسلسل والله ما بعرف، كله خناق وعياط وجعير ونوايا سيئه وعداوات، تفكك بين العناصر وتقصير بالانتاج. أنا ما عندي تقصير أبداً، وكل شيء عندي مأمن، ابتداءً من كاسة المي وانتهاءً بلبن العصفور. لا والمنتج بيحط الحق على المخرج، والمخرج بيحط الحق على مدير الإنتاج، مدير الإنتاج بيحط الحق على الطقس. يعني إذا طلع الطقس صاحي بيقول المخرج شمس حد كتير مو خرج تصوير. طيب إذا غيمت السماء بيقولوا لي على حظي شلون بدي صور بلا شمس. لا والشاطر من هالممثلين يلي بده يألف ويرتجل ويصلح دوره ويكبره ويمطه ويحذف من دور غيره، يعني فوضى بفوضى مدام إيناس. يعني تصوري كاسة مي مبني عليها المشهد، ما تأمنت، اتعطر التصوير كله، فركشنا اليوم كله مشان كاسة المي. أعوذ بالله، أنا كل شيء عندي محسوب، ابتداءً من كاسة المي وانتهاءً بلبن العصفور. لا والمخرج الله يعينه ما عم يمون على حاله، اكل هوا بالمعلقه، شو ما بيقول له المنتج بيقول له امرك. ليش المنتج ما عم يطلع معكم على التصوير؟ ما عم يطلع ولا بيعرف شو عم يصير. وبصراحه يا مدام هالمنتجين الصغار يعني لازم يتوقفوا عند حدهم، يعني لازم يلتقى لهم شي طريقه. يعني لوين رايحين نحن؟ بدي احل المساله، يعني كل ما التقى قرشين بجيب التاجر غنم بده ينتج. هذا اللي عم بيصير، وبيقولوا لك فن وبنات حلوات واجواء جديده وسهرات وعزايم وبيركضوا ركض لحتى ينجوا. إيه بس الحق على المخرج المفروض يكون له راي. ما له شيء بده سلته بالعنب حتى يجيبوه للاخراج مره ثانيه. لا وانا كممثل اذا بدي انطر العمل الحلو والمسلسل المتميز ايه والله بموت من الجوع. بتعرفي مدام انا ممثل وبس، شو بيطلع بايدي يكون غير هيك يعني. لا والناس ما بترحم يا مدام ايناس، الكل بيقول لك والله ما حبيت لك هالدور استاذ، شو بدك بهالفوته استاذ، كانه المفروض علي اقدم الروائع طول عمري. إيه أنتوني كوين وعمر الشريف وكيفن كوستنر ومارلون براندو إلى آخره إلهم أدوار أسخف من السخيفة، بس هيك جمهورنا قاسي، يعني ما بيصدق إمتى يوقع الممثل كأنه ناطره على غلطة، وإنه يمرق ما بيمرق. هو المفروض بالفنان الناجح إنه يكون متميز. صحيح، بس وين النصوص المتميزة؟ وين؟ طيب أنت قريت السيناريو تبعي؟ يا ستي قريته. وشو رأيك فيه؟ بصراحة حلو كتير، حلو عجبني، مو لانك كاتبتيه وبدك تنجيه وتخرجيه، بس الواحد يحكي بصراحه حلو هو شو الحكي. طيب شو رايك بدورك انت؟ كمان حلو، يعني جديد وبيعطيني دفع بيخليني حلو عم بهدس فيه ليل نهار. طبعا لانه دور صعب وبدي همتك. بصراحة أنا اخترتك من بين 60 ممثل لأنه حسيت إنه هذا الدور إلك وراكبك ب100%. يا ستي الله يخلي لنا إياكي، وإن شاء الله هيك نكون عند حسن الظن. ولو أنت قد ودود. إيه ستي وإمتى التصوير؟ المفروض بعد بكرة، ورح نبلش بمشهد الحلم. عظيم. وين مكان التصوير مدام؟ مثل ما مكتوب بالصحراء. وبالنسبة لللباس؟
بالنسبة لللباس يعني باعتبار مشهد حلم فالمفروض يكون أنيق، طقم مرتب مع جرافي. على كل حال بيجيك الأوردر على البيت من إدارة الإنتاج. حلو كتير. ان شاء الله يكون هالعمل هيك يعني فاتحة خير، ولا يصير تقصير مني شخصيا ولا من الانتاج. ولو أنا عندي كل شيء متوفر، ابتداء من كاس المي وانتهاء بلبن العصفور. ان شاء الله يا ستي، ان شاء الله. مرحبا. أهلا. منيحة؟ يا سلام عظيم، منيح اللي لبست هون وعملت مكياجك. إيه طبعا، لانه بالصحراء ما بنحسن نغير ثياب. مدام ايناس، نعم. نحن جاهزين. عظيم. يلا شباب تفضلوا. مشان وجبات طعام ما في شلون داعي بتريدي؟ ما في داعي لوجبات الطعام اليوم، تصويرنا كله نص ساعة ما بيتحمل. طيب بتحبي نعمل سندويش ولا لا؟ وأريد السندويش، لسه هلا افطرنا فلافل وفول، شو بكون؟ ما في داعي للأكل، بلا الزفر هلا. طيب مثل ما بتريدي، شرفوا. تفضلوا شباب يلا أستاذ جهاد تفضل معي بالسيارة بنتسلى على الطريق. شرف. ايه ما في مانع، تفضلي. تفضل. يا ابو عصام. ايوه ملابس الاستاذ جهاد وين؟ كلهم عندك بالسيارة. طيب شكرا. استاذ جهاد يا ريت تغير لي الملابس مشان يصير معنا كونتراست بالنسبة للجو والالوان. على عيني. شكرا. يلا يا شباب نزلوا لي هالاغراض الله يرضى عليكم وركبوا هالاجهزة بسرعة. حاضر. شلون؟ ان شاء الله عجبك الموقع مدام؟ يا سلام عز الطلب. وين بتريد نحط الكاميرا مدام؟ فضل تحطها هون وحاول تخلي الشمس وراك. على عيني. ابو رامز الله يرضى عليك سيبي لهون. ايه استاذ جهاد. امري مدام. شوف لي المنظر ما احلاه. سبحان الذي خلقه ما احلاه. عظيم جدا. هلا رح نصورك وانت جاي من بعيد. نعم. رافع راسك وفاتح ايديك هيك للسما وعم تتوسل. نعم. فجأة التفت على يمينك ما بتلاقي الا ريما جاي وفاتحة ايديها كمان وجاي، تركض انت هيك وبتوقف بالنص وبتنتهي اللقطة. وين ريما؟ انا رح انزل صورتك وصورة ريما تمازج لانه انا صورت لها صورتها من يومين ثلاثة. ايوه عظيم، على هاللون بربع ساعة بنخلص. طبعا. ليش مستعجل؟ ايه والله لانه عندي تصوير مع الاستاذ مأمون بعد 3 ساعات، والاستاذ مأمون مواعيده دقيقة، ما بحب التأخير منوب. طيب شلون هيك بتجمع تصويرين لمسلسلين مختلفين بيوم واحد؟ مو حضرتك قلتي لي شغلتنا كلها على بعضها بتخلص بساعة زمان؟ صحيح. نحن جاهزين مدام. يعطيكم العافية. شكرا. تفضل معي استاذ جهاد. لحظة مدام. خير ان شاء الله. شو في؟ نسيانين بطاريات الكاميرا بالمكتب. شو هالحكي؟ والمعنى؟ ما بنقدر نصور بدون بطاريات لأن بهالنواحي هي ما في كهرباء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا أبو عصام. مري مدام. وين بطاريات الكاميرا؟ عفوا مدام، هي مو من اختصاصي، هي من اختصاص المصور، الشغلات فنية أنا ما بتدخل فيها. كان لازم تسأل قبل ما تطلع من المكتب. سألت، مو إنه ما سألت، والكل قال لي جاهز، بقى شو بقدر أعمل أكثر من هيك؟ طيب وشو العمل هلا؟ ما في غير نبعت أبو رامز بالميكرو حتى يجيب البطاريات. اوف يا مستعجل وقف لقلك، قلنا لحالنا بنخلص هاللقطة بنص ساعة زمان. ها
تصرف خلصني، شو بك واقف؟ حاضر. يا ابو رامز، ورا ابو عصام. نزل على الشام فورا، نجيب البطاريات المكتب وتعا. حاضر. يلا لساتك هون. عفوا، شايف على هالنسوة يا استاذ جهاد؟ قلنا لحالنا المشهد صغير وما في حوار وبينتهي بلمح البصر. تاري للتاي عوجة. عسى خير مدام، عسى خير. على كل حال ولا يهمك، من صورك بظن فهمت اللقطة مزبوط، ما هيك؟ ايه فهمتها مدام، فهمتها تماما. ابو عصام، مري مدام. طولت السيارة يا ابو عصام، لإمتى بدنا نضل ننتظر؟ لا تنسي يا مدام انه المشوار بيتحمل 3/4 الساعة روحة و3/4 الساعة رجعة، يعني المسافة مو قريبة. طيب هي صار لهم ساعتين رايحين وما كانوا يرجعوا لهلا. يا ستي الغايب عذره معه. هذا بعدنا تصيب. وين البطاريات استاذ؟ كم طعم جبت؟ 3 طعومة. عال بكفوا بيوفوا، حط وحدة هون. يلا يا شباب، بدنا همة، بدنا نشاط، بدنا نخلص على بكيرة. نحن جاهزين مدام. ماشي. شوف استاذ جهاد. نعم. هلا انت جاي من بعيد. لحظة مدام إذا بتريدي. خير، شو في كمان؟ نسيانين الشرايط. أنو شرايط؟ شرايط الكاميرا فاضية. شلون يعني فاضي بقى؟ شلون؟ مو معقول. أنا سألتك قبل ما نمشي، الشرايط معك؟ قلت لي إيه؟ بقى بقدر أفهم شو قصة الإهمال هاد؟ هذب الفاظك احسن لك، انا ما عم بشتغل عند اللي خلفك. يعني وين الشرايط هلا؟ اكيد بقيوا على الطاوله بالمكتب. وبكل بساطة عم تقولها؟ لعما أنا ما شفت أوقع من هيك لسه. هلا بلا علاك فاضي وخلينا رايقين، لا تقعد تعمل لي حالك قدام المدام انه ما في احسن منك، خلينا ساكتين احسن. ولك يا أخي أنت المصور وأنت مسؤول عن شرايطك مو أنا. ولك ليش عم تجرب وشي؟ هلا ضب لسانك بحلقك قبل ما أخلع راسك. اكسر لك ايدك وبحضر حملك يا هلا أنت بدك تكسرني إيدي؟ ماشي الحال، طولوا بالكم، مو محرز المسألة يا اخي. واقف على جنب إذا بتريد لا تاخذ شيء ما بيخصك. العمى اكلنا بهدله فوقها. لك مدام تصرفي انت الثانيه، الله يخلينا اياكي. شو بنا؟ هلا انا بدي افهم، انا هون صاحبة عمل ولا طرطورة؟ يا مدام الله يخليكي، الشرايط مسؤولية المصور مو مسؤوليتي. قال المصور قال، يعني في صياد بيطلع على الصيد بدون بارودة؟ وين صارت هي؟ طيب ماشي الحال، في وقت معنا، بعد سيارة خليها تجيب الشرايط. حاضر. يا ابو رامز، حاضر ابو عصام. التهش على الشام فورا، نجيب الشرايط وتعا. على عيني. انت بتعطيني شغله بس انت بتساعدني، شايف شلون؟ وصل لقدامك بتقول له ستوب هون، نعود نكمل نحن الثاني زاويه. هلا انت بتسوي خلاص؟ ماشي مدام. بسيطة استاذ جهاد، شو بنا؟ ليش واقف؟ تفضل ارتاح. تفضل استاذ. تيك ات ايزي، ما بقى له توصل السيارة. القصة انه الاستاذ مأمون بيكون عم ينتظرني وصار لي من ساعة متأخر عليه. ولا يهمك، مو مشكلة، أنا مستعدة أعتذر لك منه. اسمعوا، قال في خطاط قالوا له اكتب لنا أخطاء وعثرات، قام كتب لهم أعسار وخطأات. اسمعوا هي، قال في نجم مشهور كتير بياخد 100,000 ورقة على كل حلقة بالمسلسل، وبياخد 5,000 ورقة على كل عثرة وخطأة. لا قال قرروا إقامة استوديو خاص لتصوير الأخطاء والعثرات.
قال في منتج انتج مسلسل وقام اثناء التصوير ما صار في اخطاء وعثرات وقام انخرب بيته. قال في مسلسل لشركة باع الفشل بس الأخطاء والعثرات تبعاته نجحوا. اسمعوا شركة اكس للإنتاج الفني أنتجت مسلسل وأثناء التصوير صارت أخطاء وعثرات كتيرة قاموا عملوا منه مسلسل مستقل. قال في منتج حب يكون كل شيء بأعلى المستويات فاستأجر كاتب للمسلسل وكاتب تاني للأخطاء والعثرات. قال في مسلسل لشركة جيم اخطاء وعثراته منه فيه. لك يا جماعة طورت السيارة، لإمتى بدنا نستنى يعني؟ ها اجا ابو رامز. حلو. جبت الشرايط؟ هدول هن استاذ. منيح، ركب لي شريط، نحن جاهزين مدام. عظيم. تفضل استاذ جهاد، هلا انت بتكون جاي من بعيد. تفضل. نعم. ايوه. لا هيك. عفوا مدام، سؤال. تفضل. طبعا انت ما بدك صوت لانه المشهد صامت وراح تنزلي عليه موسيقى، مو هيك؟ شلون ما بدي صوت؟ وين راح الجو العام لكان؟ بس انا فهمت منك انه ما بدك صوت. ايه، وشو المعنى؟ المعنى انه ما عندنا ميكروفون، وميكروفون الكاميرا عاطل. بدنا ميكروفون اضافي. امنت بالله على هالنهار، لك كل طلقه براحه. ولك شو انت اول مره بتصور مسلسل؟ هلا رجعنا لقلك الحياه. يا جماعه اسمعوا هذا السمعه، ما تصيروا صوته عالي. لك يا جماعه، لك لا حول ولا قوه الا بالله. لك هلا انتوا ليش هيك؟ بدي افهم ليش هيك انتوا؟ يا مدام بده يحط الحق على مدير الانتاج بينما الامور الفنيه من اختصاصه. هلا بدك تروقنا ولا بعمل لك اللازم؟ ولك يلعن اخت هديك الساعه يلي رضيت تكون فيها مدير انتاج لهالاوباش. فظاعه لهالمسلسل كله مشاكل من اوله لاخره. لا وشو قلت لحالي؟ قلت لحالي اليوم تصويرنا خفيف نظيف، لا في ممثلات يزعجونا ولا في نجوم يتامروا علينا، وقام طلع العطل من مصور. هلا ما بدك تروقنا ابو عصام؟ قسما بالله لولا كرامه المدام وكبر سنك لألدعك كف صورك صور. طول بالك يا جماعه، شو بكون شو صار؟ لا تضوجوا، في معنا وقت لسه. أنا وقت هاد يا مدام، الله يخلينا اياكي، أنا وقت عندي تصوير مع الأستاذ مأمون. من جهة الأستاذ مأمون قلت لك ولا يهمك، أنا بعتذر لك منه. أبو عصام الله يرضى عليك، بعت السيارة جيب لنا الميكروفون. أوام. يلا أبو رامز. زنهايزر 525 محطوط على الرف الفوقاني. فهمت أبو رامز؟ زنهايزر 525 لسه ما رجعت؟ طيب والعمل هلا يا مدام؟ رح اموت من العطش، بدي اشرب ولو نقطة مي بس. متأسف يا أستاذ جهاد، يا ريت أقدر أخدمك، بس ترامس المي والقهوة والشاي كلهم بالسيارة، والسيارة راحت مثل ما بتعرف، وهون نحن بمنطقة مقطوعة ما فيها مي. طيب بصير هيك يا أبو عصام؟ يعني أنا عينتك مدير إنتاج لحتى تتمقطع فيي؟ مو الحق علي يا مدام، مو الحق علي، هيك الظروف اجت. بعدين شو بقول الأستاذ جهاد مثل الولد الصغير، خليه يمسك حاله شوي، وإذا عطش يعني كلياتنا عطشنا، مو بس هو. يعني هيك بدنا نبلش يا مدام ولساتنا بأول يوم تصوير؟ والله معناتها انتصرنا تمام. لا ترمينا بحجارك يا أستاذ، ايوه، أنا لا دخلني ولا خرجني، الحق على أبو رامز، هو حمل حاله مشي بدون ما ينزل الترامس. بتصور يا مدام اليوم طار وما عدنا نلحق نصور شيء، بقى أحسن شيء نطب العدة ونفركش، أشرف لنا. يضرب هالنهار شو مكركب ومنحوس يضرب. طول بالك استاذ جهاد، شبك ليش بطلتك محروقه؟ يعني مفهومه، دائما اول يوم تصوير الا ما يصير في مشاكل. طيب حدا عنده ترمس يا جماعه؟ دبروني. انا معي ترموس بس بالسياره اللي راحت. لك رح طق من العطش، رح طق. بعمري ما عطشت مثل اليوم، لا وعلى بكره اكل صحن فول وصحن كنافه نابلسيه، رح اموت. طول بالك استاذ، شبنا ما بقى الا يصلوا. ما بعرف، طقطق حلقي ونشف ريقي ويبست حنجرتي كمان.
صبور استاذ بتاكل طيب. ما بدي اكل ما بدي اكل يا حبيبي، بدي اشرب. مدام في مانع تعيريني سيارتك شوي؟ ولو تكرم عينك، بس وين بدك تروح؟ بدي روح هون وهون، بركي بلاقي حدا يسقيني نقطة مي. تفضل، بس لا تبعد كتير، تخاف يجوا بغيابك ويتعطل التصوير، بدنا نخلص قبل ما تغيب الشمس. لا ولا يهمك مدام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا هلا يا هلا ورحب. بيلتقى لي عندك شي دمعة مي، عطشان كتير. ما عاش العطش، هذه المي قدامك، تفضل اشرب. نضيف المي؟ ايه نظيفة، كل 5 ايام اعبي الجرة، الله وكيلك نظيفة مثل الزلال. ليش عم تضحكي؟ لانك بتقرف مثلي، اني ما اشرب الا من المكان اللي انت شربت منه. يعطيك العافية. شو هاد يا استاذ؟ وينك لهلا؟ معقولة يعني تغط ما تعود تبين؟ خير ليش شو صار؟ يلي صار انك عطلتنا وفركشنا التصوير بسببك. شو هاد؟ انا بحياتي ما شفت هيك استهتار ابدا. شو هذا يا؟